عمرك سمعت عن ناس صحيت من النوم بتتكلم لغة عمرها ما اتعلمتها؟ في واحدة صحيت من النوم بتتكلم صيني، وراجل بعد حادثة بقى بيتكلم الفرنسي بطلاقة، والناس قالت عليهم أكيد ده مس أو معجزة، بس الحقيقة علمية بتقول حاجة تانية خالص. الحالة دي اسمها متلازمة اللكنة الأجنبية، وبتحصل لما يحصل خلل في جزء في المخ اسمه منطقة بروك، ودي المسؤولة عن تكوين الكلام وطريقة نطق. المخ ما بيتعلمش لغة فجأة، المخ بيخزن كلام في العقل اللاواعي، كلمات اتسمعت زمان من أفلام، من أغاني، أو ناس قابلتها واتكلمت بلغة تانية قدامك. فلما منطقة بروكا تتأثر النطق بيطلع غريب والناس تفتكره لغة جديدة. وناس كتير حصلت لها كده واتقال عليها إنها اتمست والجن اللي عليهم بيتكلم بلغة تانية. يعني اللي حصل مش معجزة، ده جزء صغير في المخ قرر يغير صوتك. وساعتها السؤال المرعب، لو جزء واحد بس اتلخبط وبيعمل كل ده، ايه اللي ممكن لا قدر الله يحصل لو الباقي كله اتلخبط؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واستنى فيديوهاتي اللي جاية.